السلام عليكم، هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن صحة وفي احسن حال. معاكم اميرة من قناة ميرا شو. لو اول مرة بتشوفيني اعملي سبسكرايب للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله، واعملي لايك للفيديو لو عجبك. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. ومتنسيش تكتبيلي كومنت تقولي رأيك فيه، يهمني جدا اعرف رأيك. بصوا، ده طبعا الفيديو بتاع الفرش، بتاع فرش الشقة يعني وكده. طبعا نزلت لكم الفيديو اللي قبله اللي هو يعني وانا بنضف الشقة وبغسل الحاجات دي. ده بقى الفيديو بتاع الفرش، هيعجبكم ان شاء الله، يا رب يعجبكم. ده طبعا حبيت ان انا اوريكم الشقة قبل ما افرشها. ده كان المنظر يعني. بصوا يعني كنت تعبانة جدا بسبب الغسيل، وطبعا الشقة لما بتكون مش مفروشة وحاطة مفارش وكده طبعا بتتوسخ جدا. فحبيت ان انا افرجكم يعني اوريكم التفاصيل كلها. الأوضة دي بصوا أنا صورتها لكم قبل ما أدخل فيها الحاجة. دي كان شكلها يعني ما كانتش مش نظيفة قوي يعني. كانت فحبيت ان انا اصورها لكم قبل ما ادخل فيها الحاجة. انا بدخل فيها الحاجة كلها اللي هي هفرشها يعني وكده وغسلاها بدخلها فيها، فصورتها لكم قبل ما ادخل الحاجة فيها عشان اوريها لكم قبل. ودي هنا غرفة النوم. بص، انا كنت شايله المفارش بتاعه التسريحه اللي هي المفارش البيج. اللون الستاير شلتها عشان اغسلها مع المفارش وكله، علشان ما يبقاش عندي حاجه مش نظيفه يعني، ابقى غاسله كله بحيث ان اشيل ده واحط التاني على طول. فطبعا دلوقتي انا هغيرهم وهفرش اللي شلتهم وغسلتهم، وهفرش دلوقتي معاكم الفرو. هتشوفوهم دلوقتي. وده كده منظر الاوضه. آه وهنا البلكونه. انتوا اول مره تشوفوا البلكونه معايا، قلت اوريها لكم واوريها لكم قبل وبعد. طبعا انا كنت غاسله السجاده بتاعه البلكونه، المشايه بتاعتها يعني وكده. فطبعا انا مسحت الحيطه بتاعه البلكونه مسحت الحيطان ومسحت البلكونه يعني وكده، والحبال وكل حاجه. بس كده. وهنا بعمل المواعين معاكم، قلت اعملها واصب بين الحوض كده واعمل الحاجات دي معاكم. فحبيت اشارككم كل حاجة انا بعملها. بصوا والله يا جماعة انا تعبت جدا في الفيديو ده يعني. بصوا يعني عايزاكم بجد تشجعوني فيه وتكتبوا لي كومنت تشجعوني فيه، وتعملوا لي لايك وتقولوا لي رأيكم بجد يعني. بجد الفيديو ان شاء الله هيعجبكم. والله تعبت جدا فيه، في تصوير وفي مونتاج وفي كل حاجة. هو والفيديو التاني بتاع الغسيل وكده انا قلت اشارك معاكم كل حاجة. طبعا غسلت السجاد الابيض، وغسلت الستاير التل، وغسلت كل الحاجات دي. الترويقه دي انا بعملها كل شهر زي ما قايله لكم يعني، ومعرفاكم على الموضوع ده. فعايزاكم بقى تشجعوني جامد وتقولوا لي رايكم، وتقولوا لي انتوا بتعملوا ايه. بتعملوا برضو ترويقه شهر كده ولا بتعملوا ايه في الشتاء اللي احنا فيه ده؟ اظن ناس كتير ممكن في الشتاء ما بتبقاش بتعمل الحاجات دي يعني، اللي هو بتروق ترويقه الاسبوع العاديه. بنشيل الفرش وبنكنس ونمسح وكده و بس ترويقة الأسبوع وترويقة كل يوم العادية. محدش بيشيل ستاير يعني وبيغسل سجاد والكلام ده. بس أنا يمكن بعمل الحاجات دي لأن أنا اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشان خاطر أنا يعني السجادة عندي أبيض. أنا عندي السجادة بتاعة الصالة بيضة، والمفرش ابيض، والمشايات بيضة. هو الوحيد السجاد بتاعه غامق هو سجاد اوضة النوم. وسجادة اوضة الاطفال برضك فاتحة يعني، هي سيلفر بس برضك فاتحة يعني، بيبان فيها الوساخة برضك. بس بصراحة سجادة اوضة الاطفال ما عملتهاش لان هي مش متوسخة قوي يعني، هي مش متوسخة اصلا لان محدش بينام في الاوضة دي. فهي نظيفة ما فيهاش حاجة. هي بس سجاد الصلاة اللي غسلته، بس بصراحة تعبني جدا. السجادة التركي، انا هوريكم السجادة اللي انا كنت مشتريها بتاعة الصلاة دي. دي السجادة جديدة انا كنت مشتريها من يعني العيد اللي فات، كنت مشتريها من سنة كده. بس بصراحة جميلة حلوة جدا، والخامة بتاعتها تحفة. الماتيريال بتاعتها كويسة جدا جدا. بس يعني هو عشان ابيض يا جماعة، بصوا خلي بالكم يعني، هو السجاد الابيض حلو وكل حاجة وبيفتح المكان وبينطق بيعمل حلو جدا، بس هو بصراحة بيتبهدل بطريقة فظيعة يعني، ما فيش اصلا يعني. لو يعني الخطوة اللي يعني لو عديتي مرة كده بتلاقيه بيتعلم فيها. لو ايدك مثلا مبلولة او سوري يعني رجلك مبلولة او كده ومشيتي بيعلم فيها، وبيبقى مش نضيف خالص. فهي المشكلة في كده. فخلي بالكم لو هتشتروا سجاد ابيض لازم تبقوا عارفين الحاجات دي. وهنا دي اليد بتاعة الركنة، قلت اغسلها، عملت مية بصابون بكلور الوان يعني وكده وقلت اغسلها، غسلتها.
وغسلت اليد بتاعه الكرسي، اليدين كده بتاعه الكرسي عشان كانوا مش نضاف يعني عملتهم. وده هنا السجاد بتاع اوضه النوم. انا طبعا عشان ما غسلتوش، هو كان نضيف وكل حاجه، بس طبعا ما عجبنيش بصراحه، حاسه ان هو فيه تراب وكده عشان هو جنب البلكونه. فعملته بقى بشامبو السجاد. شامبو السجاد اهو. شامبو السجاد ده يا جماعه اللي ما يعرفوش، ده وهم دي كلمه قليله بجد، خيال تحفه. ده لو انتي مش هتغسلي سجاد او حاجه بتعملي بيه، بيبقى بينور في الضلمه. عملته بقى ايه، جيت بحط بس الشامبو السجاد بتاع ماي واي. لو جبتي شامبو سجاد ده اللي هو السايب بتاع الصابون من عند بتاع الصابون والكلام ده، وحش جدا ومش هيعمل اي حاجه، لان انا جربته. هنا بحط غطا من شامبو السجاد بعمل بالفرشه، بص بيخلي لي السجاد بينور. غسلته بيه بالفرشه كده. بصوا عشان ما حدش مثلا يقول لي انتي ما بتعمليش ليه بمقشه السلك دي اعملي بيها. بصراحه ما بقتنعش بيها، بحس ان هي ما بتنضفش يعني، ما بقتنعش بيها. بقتنع بيها في الغسيل السيراميك، ان انا الغسيل السيراميك المطبخ او الحمام كده، لكن ان انا اعمل بيها سجاده او كده لا، ما اعرفش اعمل غير بالفرشه. وهنا كنت خلصت، وهنا بقى كانت اللحظه السعيده وانا بعطر بقى الشقه بعد ما خلصتها. وده اسلام ابني مصمم يجي قدام الكاميرا وانا بصور، ومصمم يقف. عماله اقول له يا ابني عدي كده عدي كده عشان اعرف اصور، مش راضي ابدا. وحطيت الدبدوب ده هنا كده. هو كنت حاطاه المره يعني، كنت حاطاه عند العمود كده، بس قلت اغير. والعروسه دي، العروسه غيرت لها الطقم بتاعها ولبستها الفستان ده، ما انا لازم ادلعها، ما انا هعمل ايه. شفتوا؟ شوف في فاضة اكتر من كده، عشان محدش يقول لي الكلمتين دول. والله يا جماعه انا مش فاضيه ولا حاجه، انا طالع عيني. بس انا بتهمني اوي الحاجات الصغيره دي، بحب كل حاجه يعني، كل حاجه يعني بفصلها زي ما انا عاوزاها فعلا. وده هنا كان شكل الشقه كده بعد ما خلصتها. ودي السجاده اللي بقول لكم عليها، بس بصراحه هي حلوه جدا، بس زي ما قلت لكم هي بتتوسخ فظيعه. وده اسلم برضو تاني، متاخدوش في بالكم. وهنا طبعا فرش الركن لما فرشته والكوشنز وكل حاجة كانت بتنور حقيقي في الضلمة يعني. قولي رأيكم، يهمني رأيكم جدا بجد. آه يعني الحاجات دي بتشجعني والله لما تكتبولي وتقولي رأيكم. بس فكنت فرحانة قوي بالتغيير وكده والاختلاف. انا طبعا ببدل ما بين السجادة دي والمفرش بتاع السجادة، ببدل بيهم. طبعا مفرش السجادة لما بفرشه فوق السجادة دي، لاني طبعا مش هينفع افرشه كده، انا في الصيف بفرشه كده، لكن في الشتاء ما ينفعش طبعا خالص، لان بيبقى الجو ساقع، فبفرشه فوق السجادة وبغسلهم هما الاتنين مع بعض. ودي هنا اوضة النوم. بصوا بقى، عايزة رأيكم بجد بجد يعني، قولوا لي رأيكم. بفرح قوي بالحاجات الصغيرة دي والله. بصوا انا فرشت المفرش ده بالمفرش الاورجانزا ده بتاع الجواز، فرشته. وهنا كانت شكل التسريحة، حطيت المفارش دي اللي هي الفرو اللي قلت لكم عليها، وده الستاير. بغير ما بينهم يعني، ما بين المفارش دي وما بين المفارش اللي هي لون الستاير التانية. وده هنا شكل السجاد بوريه لكم، عشان شامبو السجاد خلاه بينور يعني. بس بفرجكم على الأوضة كلها. وده المفرش بتاع الجواز بتاعي، مفرش الأورجانزا، قلت افرشه كده تغيير. وده هنا سرير البيبي. وعلى فكره يا جماعه، انا مفرش الاورجانزا ده انا بتغطى بيه، عشان محدش يقول ما ممكن الناس تستغرب وما تبقاش عارفه ان هي بتغطى بيه او كده، بس انا بتغطى بيه بصراحه يعني. بحبه جدا، بيبقى ناعم كده وحلو كده، بيبقى جميل وبيدفيني جدا بصراحه. البطاطين بتخنقني، تخيلوا، بتعملي خنقه كده، وبحس ان نفسي مكتوم وبتخنق منها جدا. لكن الفايبر لا، بحب اتغطى بيه. وده هنا منظر البلكونه دي، المشاية اللي كنت غسلاها. وطبعا غسلت الحيطان وغسلت كل ده، وولعت عقد النور ده، بس هو ما كانش معدول، انا عدلته اهو. ولعته كده، قلت اعمل مود كده حلو في البلكونه. وده كده المنشر. بقى قلت اوريكم التفاصيل كلها. وهنا اوضه الاطفال. بص انا فرشت الملاية دي والكوفرتا دي، احنا كده كده محدش بينام فيها يعني، بس فرشت الملاية دي والكوفرتا دي بتاعت السرير بتاعنا. فرشتها كده، قلت تغيير يعني، عشان زهقت من ملاية الاطفال بصراحة. وحطيت الكوشنز ده كده في الأوضة في الأرض كده يعمل شكل. ودي السجادة. ودي هنا الستاير يعني، بوريكم التفاصيل كلها. وهنا الكومود، وحطيت جنبيه المكنسة، ونقلت المروحة حطيتها ورا السرير زي ما انتم ما شايفين. بس حبيت ان انا اوريكم تفاصيل كل حاجة يعني. قولي رأيكم، كل حاجة بقول لكم قولي لي فيها رأيكم، عشان يهمني رأيكم جدا. وده هنا المطبخ. بصوا بقى،
انا غيرت شكل الميكرويف، يعني شلت الميكرويف كان في الوش هنا، حطيته في الحته دي كده. مش عارفه حلو ولا لا. وهنا البوتاجاز بعد ما صبنته كده كنت مخليه بيبرق. سوري يا جماعه، البوتاجاز انا معرفتش ان انا اصوره لكم، معلش عشان خاطر التليفون وقع مني وفصل والدنيا باظت. يعني محمد لما جه يعملهولي، محمد جوزي يعني لما جه يعملهولي آه ف ففصل ومعرفتش بقى اصور لكم وانا بصبن البوتاجاز وكده. فعايزاكم بقى تقولي رايكم، الميكرويف كده احلى ولا الناحيه التانية زي ما كنا محطاه؟ عشان محمد عمال يقول لي لا مش حلو كده يعني وهو هناك احلى وكده، بس انا مقتنعه بالشكل ده مش عارفه ليه، فهستنى رايكم بقى تقولوه لي. وهنا بقى يعني جبت لكم شكل الصلاه الاخير. وبحبكم جدا، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اكتبوا لي بقى كومنت حلو، واعملوا لي سبسكرايب للقناه، وفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله، واعملي لايك للفيديو. وبس كده يا حبايبي، وباي باي، بحبكم جدا، مع السلامه.